ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. انا لابسه تقيل، بس لابسه تقيل. عارفين الاتراك؟ انا لابسه من تحت زي الاتراك. إيه، بصوا، صلوا على الرسول. برضو جلابيه امي، انا ما بحبش اطلع الا بهدوم امي على فكره، يعني بتجيب البركه. إيه، صلوا على النبي كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الفيديو. نمسح ترابيزه السفره. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا يجيب الفرج والكرم من عنده. طبعا انت اول مره هنا، ما نعرفش. اللي شاف الصلاه قبل كده هنا يقول، واللي ما شافهاش في الكومنتات برضه. عند اخويا لو ما عملناش حاجه، اللي بيعمل حاجه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. صلوا على الرسول. الحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اهم حاجه تصلوا على الحبيب، وربنا يكفينا شر المستخبي في علم الغيب يا رب، ويكفينا شر العين، ويبعد عننا اولاد الحرام. انا مسحت الصبح اهو. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. كل هدوم امي يا جماعه للعلم انا بحب البسها. بصوا، هدوم امي بلبسها، بتجيب لي الفرج. بلبسها كده. الخمار بتاع امي ده العبايه. بس انا بلبس هدوم امي ليه؟ بحب كده، يعني ربنا يخلي لكل واحد امه ويبديه الصحه. في بقى ناس ايه تقعد تقول لي كده، انت ما عندكيش هدوم. لا يا حبيبتي، انا عندي ملء الدولاب، عندي هدوم كتير، بس انا بتفائل بهدوم امي. ان شاء الله لو عبايه واحده هطلع بيها. اصبر يا ولد، انا جاي لك اهو. ايه؟ كمان شويه يا ادم. هات العيال وبقى تعالي. طبعا واحده جارتنا جايبه لي العيله اديهم حقن، فبقول لهم ابقى تعالي. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. صلوا على الرسول يجيلكوا السعد والسرور. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلوا على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. يلا بينا نصلي على الرسول. صلوا على سيدنا النبي. طبعا هتقولوا لي فرشه حته على الكراسي ليه؟ عشان التراب. فرشه عشان التراب. لو ما بفرش كده ان شاء الله بقى كده حتى صبعي. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر، الله اعظم. اعزكم الله. دي الجزم والشرابات هغسلها. طبعا كل واحد بيتعامل بطبيعته. الناس اللي هي ما بتحبش قنوات الروتين براحتها. الناس اللي بتفكر ان القناه واللي بتكتب كومنتات سلبيه براحتكم برضو. اللي عاوز حاجه يقولها، واللي عاوز حاجه يكتبها. ربنا كبير ومطلع.
شايفين الترابه؟ والله العظيم ربنا عالم، لو هو مش لوحده وقاعد معهوش حد يعمل له كنت انا ما عملتش. بس ربنا يهدي كل واحد حاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أهم حاجة كل ما الإنسان كان في عون أخيه الإنسان ربنا بيديه ويكرمه. بغض النظر بقى اللي قدام منك يستاهل او ما يستاهلش انك تعمل له مثلا حاجه. واحد بيقول لك اعمل لي كوبايه شاي وانت شايفه بيستعبط عليك وقاعد ساكت، ممكن ما تعملوش، ان عملت له ليك الاجر والثواب عند ربنا. فمحدش يقول ايه بقى انت بتعملي ايه، يعني طلعت نفض لنا كرسي قدامنا، اللي مش عاجبه المحتوى ما يطلع ما يتفرجش يا جماعه، اللي مش عاجبه المحتوى ما يتفرجش. عشان في حد بعت لي على الواتس امبارح ممكن ايه، انا بحب ارد على الكومنتات او احب ارد على الرسائل، انا ممكن اتجاهل بس انا بحب اتكلم. اللي بتقول لي ايه انت بتطلعي بتروقي زينا، ايه المشكله بقى على الواتس؟ قلت لها طب ما تروحي تكتبي التعليق على العام، لاني خايفه ان انا اخفيها، خايفه ان لا اله الا الله، خايفه ان انا اخفيها من القناه. لا براحتك يا حبيبتي، انت بعتلي على الواتس انا برد عليك على العام، بقول لك مش عاجبك ما تتفرجيش. والناس اللي بتطلع تطبخ بتعلمني الطبخ، بتعلمني فيها انا حاجات ما اعرفهاش. والناس اللي بتطلع تروق، ما انا ممكن اكون بروق بطريقه واحده تانية ما تعرفش الطريقه دي فبروق بيها. انت ممكن واحده بنات اللي طالعه الايام دي كلها بتروق يعني ما عندهاش فكره، بتساوي كده وخلاص. ممكن الاقي بنت بتقلدني بتنظف زيي، وبعدين ده حركه، بدل ما امشي اجري في الشارع اروح العب جيم، لا انا بنضف في بيتي. كتر الحركه بتجيب البركه زي ما قال. اما تقول لي انت بتنضفي، ما ممكن واحده تانية ما عندهاش فكره، ده شوفي روقت الكرسي بالطريقه دي، ده روقت الكرسي نفضته، بس ما حد يجهل، مسحت تقلدني وخلاص. اي حد بيقلدني، ممكن يحب المحتوى يقلدني، مش طالعه هي طالعه بتعمل ايه. انت بعتي لي على الواتس انا برد عليكي هنا في القناه، ما ردتش عليكي على الواتس، قلت لك انا بروق بالطريقه الفلانيه. انا شكرا للناس اللي بتبعت لي كلام جميل جدا على الواتس، هم فوق دماغي. الناس اللي بتبعت لي كلام حلو قوي هم على راسي من فوق، شكرا ليكم. انا مش ببقى عارفه الارقام بس بقول لكم انتم ناس محترمه. والناس الثانيه اللي بتعلق بكومنتات سلبيه برضو يعني هم دعم ليا، علشان ان هو طالما في حد بيتكلم كده وكده ده تبقى حاجه جميله قوي، بس عادي يعني. اهو هنا الكرسي ده برضك انا مغطياه ليه؟ علشان خاطر لو كده كل شويه الدنيا هتتوسخ. اللي انت طالعه تروقي لنا، ما انا اروق، ما تتفرجيش انت، في غيرك بيحب يتفرج. كل واحد بصوا، كل واحد وليه متابع. ممكن انا بطلع على دردش بس ليا متابع. انا ما بحذفش حاجه. هنا بقى اهو امسح الجزامه. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وحطوا اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه. نضفنا الترابه وشلنا كل التراب اللي في قلب الصاله.
صلوا على حبيب. وعلى فكره انا بغطي الكراسي للمره العشرة بسبب ان الصاله بيجي لها تراب كتير. فمش ما فيش حد، واحده ست محترمه جدعه كده تقعد تنظف غيري. انا جدعه، انا شاطره، انا انا من الشيطان، العياذ بالله من كلمه انا. بس ايه، الواحد بيخاف على حاجه اللي جت، لان مش كل الناس معاها امكانيات ان كل يوم تشتري عفش. فانت تحافظي على الحاجه، الحفاظ على النظافه اهم من النظافه نفسها. بس صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وربنا يديمكم نعمه في حياتي ويزيدكم ما ينقصكوش. مع السلامه.